لو عندك ريسيفر اي بي تي في وهتحدث اونلاين، هتحذر من حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، عشان كده هتبوظ الريسيفر وانت اللي هيحصل لك المشكله. طيب الريسيفرات دلوقتي اغلبها يا جماعه هتبقى مربوطه على الانترنت وعندك تحديث اونلاين. التحديث ده لو انت ما خدتش بالك منه وانت بتحدث اونلاين سواء سوفت وير او ملف قنوات، والموضوع كبر شويه او النت علق عنك وشلت الفيشه بتاعه الكهرباء من الحيطه، انت كده وقفت الجهاز مباشره. لو وقف معاك على صوره الخلفيه بيبقى سهل جدا، احنا ممكن نرجعه بروم او بالفلاشه. بيبقى صعب لو جاب لمبه حمراء، ده اغلبيه في الاجهزه بتبقى شحن فلاشه. هتشيل الفلاشه من الجهاز وترجع تركبها على الفلاشه تاني وتشحن من جديد على الكمبيوتر. بيبقى صعب جدا جدا جدا، وكمان ممكن الجهاز يفقد القصه بتاعت الاي بي تي في لو انت ما عندكش سوفت القديم بتاعه، بتبقى صعبه شويه. فانا بقول لك احذر وانت بتحدث، خلي بالك وركز وقول يا رب استرها، او خلي بالك خلي في وقت انك كده عارف ان الكهرباء ما تقطعش فيه، وحدث الريسيفر بتاعك. لو اخر معاك او ابتدى يبقى اديله فتره مثلا 10 دقايق ولا حاجه معاك في التحديث، اوعى تشيل الكهرباء منه، عشان لو شلت الكهرباء منه هيقف على الخلفيه زي ما قلت لك وهتحصل معاك مشكله وبلبله. حبيت اوعيك وافهمك عشان في ناس كتيره بتقع في المشكله دي وتكلمني وانا بحاول اقولها لك اهوت، احذر منها. لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناه وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد، وصل على